والذي رفع السماء بلا عمد، والله 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 بشهادة الشهود عبد الفتاح خليل حسين السيسي الشهير ببلحة، هركبه والف بيه مصر كلها. كان بيتاخد ورا مصنع اسمه مصنع الفيل للكراسي في الشرابية ولا الجمالية جنب مدرسته، ما بين المسافة ما بين مدرسته الابتدائية وبيت جده حيث ابوه كان ساكن، وكانوا بياخدوه في بيت مهدود او خرابه، حاجه بيسموها خرابه كده هناك ورا مصنع الفيل للكراسي. عندك حق. يعني انت تفضل تسألي وتطول لسانك عليا وانا اسكت؟ ايوه. يعني انت تفضل تمكر بيا وانا دافع؟ المرتزق اللي قاعد في نيويورك بياخد وبياكل من اموال دافع الضرائب الامريكي. واحد من التنظيم الارهابي قاعد في نيويورك اسمه بهجت صابر. بهجت صابر اسمه بهجت زفت بهجت صابر. يعني هذا الارهابي عنده ميليشيات مسلحه وقاعد في امريكا. اللي عمالين يقولوا بهجت صابر فين؟ انا هو انا هو محمود يا محمود يا انتصار، انا هو. واصدقائنا الامريكان انا بقول لهم اهو قاعد عندكم وبيتكلم على سلاح وعنده ميليشيات ارهابيه مسلحه من وسط مدينه نيويورك، مدينه منهاتن، من على بعد دقايق من بيت ترامب يا اولاد بعلنها اهو يا ترامب، يو ترامب، اخو انجليزي وعربي اهو، لاننا لا نخشى الا الله يا اولاد عايز اشوف اصدقائنا الامريكان هيتعاملوا ازاي مع هذا الكلام. وبالمناسبه السفاره هنا بيترجموا كل كلمه بقولها. خير ان شاء الله. فتخيل ان السيسي نفسه، وقالوا ان علاقه طنطاوي بالسيسي بدات من الصغر، ان طنطاوي كان بيجيب المساخيط والتماثيل من اسوان ومن الصعيد ويبيعها في خان الخليلي، وابو السيسي كان شغال في خان الخليلي. فهنا طنطاوي كان بتاع عيال، كان بياخد السيسي وكده، المشير طنطاوي، وهو اللي دخله المدرسه العسكريه. ايه ده؟ ازاي يزيو حاجه زي دي؟ لان هو كان ساقط اعداديه، ما كانش عارف يعدي من الاعداديه ابن الواطي. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. عاوزك تقول لنا سنه كام السيسي، انت بتقول بهجت صابر بيقول مفيش ارهاب، سنه كام الناس دول تم اغتيالهم؟ من 2015. حلو. السيسي قام، مش متذكر مش مهم، خلاص خليها 2015. السيسي متى قام السيسي بانقلابه العسكري؟ يا جماعه انقلاب يعني معناها عسكريين تولوا مقاليد الامور في الدوله. لا في عسكريين تولوا مقاليد الامور، الطقم كله مدني، ما فيهوش غير سياده الفريق اول عبد الفتاح في نفس وظيفته نفس مكانه، وكلنا في نفس وظيفتنا ونفس مكاننا. نحن مؤسسه شريفه وطنيه اتعاملت بمنتهى الاحترام والتقدير والشرف. لا انا ما اعرفش بصراحه. 2013 بعد 30/6 عمل حفله 30/6 و3/7 اعلن انقلابه العسكري. 2013 يعني الحادثه اللي انت بتتكلم عليها دي حصلت 2015. يبقى اذا لم يكن يوجد ارهاب عندما قام السيسي او قبلما قام السيسي بانقلابه العسكري. كنت بكلم الساده مجلس القضاء الاعلى الصبح وقلت لهم تخيلوا ان انا ممكن اهد مصر ب 2 مليار جنيه. فهم استغربوا قوي. قلت لهم ادي باكيتنا و20 جنيه وشريط ترامادول ل 100,000 انسان ظروفه صعبه. فالناس اللي بتضحك عليك وتقول لك السيسي حمى البلد، حماه من ايه؟ الارهاب حدث بعدما انقلب السيسي على الحريات والديمقراطيات والشعب المصري لما خطف رئيسه وسجن كل الناس ولغى المجالس النيابيه. انا لما اجي اقف الوقفه ديت مع الرئيس مرسي الله يرحمه، انا بقف مع مصر. بقف مع مين؟ مع مصر. لو اتأمرت عليه بعد ما تولى يبقى انا اتأمرت على مصر. يبقى انا ايه؟ اتأمرت على البلد، تأمرت على 100 مليون، ضيعت حياة ومستقبل واستقرار 100 مليون. اعترف على نفسه بنفس ذات نفسه ودمر البلد زي ما دمرها كده. يبقى اذا ما كانش موجود حاجه اسمها ارهاب. الناس كانت بتقول هو حمى مصر من الارهاب. طب اذا كان في ارهاب قبل هو ما يقوم بانقلابه العسكري.
اثبتوا لي حوادث الارهاب اللي حدثت قبل ما يقوم بانقلابه العسكري. بعد اذنك ايه، حد 73 سنه عنده خبره ممكن يتشاور مع حضرتك. اتفضل. بص يا باك، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انت ما تتهمش الجيش بحاجه، الجيش مالوش ذنب، ليه؟ الجيش غلبان. ليه؟ كده. ليه؟ انا هسال سؤال. بص يا سيدي، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. لحظه بس. مين اللي طلع المساجين من وادي النطرون يا باجة؟ وزير الداخليه. لا، بتوع غزه. جبت منين ان هم بتوع غزه؟ طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. انا عاوزك تقول للناس ايه اللي انت شفته وحماس بتكسر السجون. اتفضل. بص يا باجة، انا راجل مواطن مصري وعايش في البلد ومبسوط فيها وفخور ان انا مصري. باخد عربيتي واطلع على الفرن اعيش كل يوم. احنا 4 افراد، بجيب 20 رغيف عيش واجي بجنيه. 20 رغيف عيش بكام؟ اقف عندك، اقف فرمل. ال 20 رغيف عيش بكام؟ بجنيه، بقوا 8 جنيه. طب ليه بتقول بجنيه؟ انت نموذج حقير. صح، انا فعلا حقير فعلا. انا راجل كبير مش عايز اتكلم ياما عشان ما اشتمكش. يعني لا اشتمني يا اخوي. الفقرة الرابعة اسمها صح أو غلط. صح أو غلط، السيسي جاسوس يهودي أمه اسمها ملكة تيتاني، صح ولا غلط؟ ما بقتش تفرق كتير معايا، لأني أقل فعل بيعمله لازم أطير فيه، لازم القصاص على طول. فبقتش تفرق بقى. لكن هو لا يهودي، من تصرفاته يهودي. والناس الشهود اللي قالوا لي مرات لما اكتشفوا ان السيسي العيال بيحبوه وما عرفوش يمنعوه، اشتروا له كلب اسود عشان قعدوه في البيت، فلقوه بيلعب في الكلب الاسود، خرجوه عشان يلعب مع اخواته. البقال اللي جنبهم كان بيستلم السيسي تحت البنك، كانت تسيبه في المعبد، فعرفت ان العيال اللي في المعبد بيركبوه، وعرفت ان في واحد من الكهنه اللي في المعبد دول ولا اسمهم ايه الحكمات دول ولا ايه بيركب السيسي، فزعلت منهم واتخانقت معاه. ففي معبد، هم في معبدين في الحاره دول، فنقلته من المعبد ده بعتته المعبد الثاني، لقيته برضك بيركبوه. فاكر لما السيسي قال لما اكبر هبقى اضربكم؟ وانا صغير كان في ناس كبار يضربوني. اقول لهم ايه بقى؟ بكره هتتكبر على اصحابك بتوع زمان ولا ايه؟ اصحابي بتوع زمان؟ ده انتوا كلكم عقدتوني وانا صغير. فاكر لما كنت انا ضعيف وانتم اقوياء كنتوا بتهروني ضرب، كنتوا مسميني حماده السفروت. الجيش اللي جاي يضربك بالنار وبيقتلك وبيسحلك وبيبيع بلدك ومقدراتك، وقبل كل ده بيحارب دينك وإلهك ورسولك مع سبق الإصرار والترصد. وأي كلب في الجيش يقول لك نحن لا نحارب الله ورسوله، قول له أنت كذاب، ووصل مشوار دقيقتين عند بهجت صابر هيفشخك ويثبت لك قدام الناس أنك كلب عدو لله ورسوله، من غير أنا لا صاحب علم ولا حاجة. لو زدت عن دقيقتين مع أدخن واحد يجي لي تبع الجيش والشرطة وما أثبتلوش إنه من الكفار، أبقى أنا هبطل أطلع على الشاشة خالص. دي دعوة مباشرة. انتوا باين عليكم ما تعرفونيش صحيح. بالمناسبة الصناديق دي كلها محدش يقدر يصرف جنيه لما يقول لي، وانتوا ما تعرفونيش شايف الفلوس عامله ازاي. يا نهار ابيض، النص وما عليهاش رقابه. اسمعوا كده لو سمحتوا. عارفين يعني ايه ان انا اقول الصندوق ده انا بشرف عليه؟ يعني ان خدت جنيه مني يبقى لك الكلام. انا بكلمكم بجد. لو رئيس الجمهوريه ولا رئيس الوزراء سرق، مش انا راجل بشتغل يعني. ممكن الجهاز المركزي للمحاسبات ولو نظريا يخش يفتش ويكتشف ويبان السرقه، انما بالقانون الجيش لو اتنهبت منه مئات الملايين مفيش نص قانوني واحد عامل رقابه ماليه على فلوس القوات المسلحه. ركزوا معايا، قصتنا وفضيحه السيسي واللواء محمد عبد الحي. عارف الكلمه دي محمد اقولها ولا ما اقولهاش؟ بس انا هقولها وما تاخذنيش يا محمد. اتفضل. محمد عبد الحي. فندم. طب تقبض كام؟ يكون عندك دي حبيب اللواء محمد عبد الحي صاحب الفيديو الشهير، مرتبك كام يا سيادة اللواء؟ قال له 14,000 جنيه. قبض 14,200 جنيه يا فندم. طب يعني بالباقي يا محمد؟ 14,200 جنيه يا فندم.
ابن اللواء محمد عبد الحي اشترى ساعة ثمنها 20,000 يورو، تم الاستعلام عن اسم الشخص ده فطلع ابن اللواء محمد عبد الحي. انتوا عارفين محمد عبد الحي مش غمض عينيه، غمض شعرايه من جفن عينيه في مشروع زي كده يعمل له كل يوم 10-12 مليون جنيه كل يوم. ولذلك هم بيلجأوا للجهاز المركزي للمحاسبات فعلا، بس بيلجأوا له لما هم عايزين، يقول له تعالى فتش لي الوحده دي. طب الوحده دي يقول له لا دي انا عايزها كده سيبها. بتفتيش الفلل تم العثور على خزنه مخفاه في بدروم احد الفلل، الفيلا دي تقع في مدينتي، وفتحوا الخزنه، في خزنه مخفيه داخل البدروم، فتحوا الخزنه لقوا في الخزنه 680 مليون جنيه. احنا بنتكلم على عشرات وقد تصل الى مئات المليارات من الجنيهات في المشاريع دي. عملوا ايه بقى انا بقول له اهو، بتحداك يا محمد يا زكي يا وزير الدفاع، بتحداك يا فتاح يا سيسي، بتحدى الجيش والشرطه والبنك المركزي، بتحداكم كلكم تقولوا لي اللواء محمد عبد الحي راح فين؟ نحن نتحدث على عشرات التريليونات من الجنيهات، إن لم يكن مئات التريليونات من الجنيهات اختفت، سواء كانت فلوس لدعم السلع الغذائية ودعم التعليم ودعم الصحة ودعم المواصلات اللي طول عمر الدولة المصرية بتدعمها، فروح الدعم اختفت، أين ذهبت؟ لا يعلم ذلك إلا الله، ثم الحرامية والنصابين اللي سرقوا هذه الأموال. مساء القشطة يا باشا. سؤال حضرتك ان انت بتقول ازاي الجيش ده يركع، تمام؟ كيف ومتى؟ اتفضل. ولماذا؟ عمره ما هيركع بقى، عمره ما هيركع. لماذا؟ لانه جيش قوي ورئيسه قوي. اين القوة في جيش باع اراضيه؟ اين القوة في جيش باع مياهه الاقتصادية؟ اين القوة في جيش فرط في مياهه التي تحيا عليها الدولة كاملة؟ اين القوة في اسمع يلا! اين القوة في جيش يعمل في بيوت الدعارة ويسموها هوتيلات؟ أين القوة في جيش بيعمل حلويات؟ أين القوة في جيش تاجر في الأسماك وفتح مصائد؟ أين القوة في جيش حارب شعبه في لقمة عيشه؟ يا ابن العبيط قل لي ماذا يصنعون من أعمال الجيوش؟ يا حبيبي العم امك على ام البطن اللي جابتك بنت واحد. أين القوة في جيش خرب البلاد وجوع العباد؟ أين القوة في جيش يحترم عدو الوطن؟ أين القوة كده يا ابن العبيط؟ رد يالا. الدول مرعوبة مننا يلا يا اللي بعده مرعوبة من امك يا ابن الكلب. بتعرفونيش صحيح؟ لا والله. لكن بقدرة الجيش اللي موجود في مصر ده ما يصحش اقول كده، والله والله لا يستطيع احد. انا عملت عم بهجت الجيش بتاعنا مش هيركع. لماذا يا استاذ؟ يا عم بهجت الجيش بتاعنا جيش قوي، الجيش بتاعنا حلو يعني أوي. احنا خير اجناد الارض. ماشي يا فندم، انتوا خير اجناد الارض. هي امك لو ركعت لابوك او انت ركعت لابوك، ابوك ركع لجدك او ابوك جاب جدك وستك وركع لهم، اهذا حرام؟ بتاعنا الجيش بتاعنا بيحمينا، الجيش بتاعنا بيحمينا. الجيش بتاعك يا علق لما هيركع للشعب اللي بياكله المام. دلوقتي يا عم اسمع يالا، الجيش ده مين اللي بياكل الجيش؟ الشعب. مين اللي بيدي الجنود للجيش؟ الشعب. مين اللي بيقبض الجيش مرتبه؟ الشعب برضه. مين اللي بيشتري له سلاحه وعربياته؟ الشعب هو اللي مين صاحب الفضل على هذا الجيش؟ الشعب. لماذا لا يركع الجيش لكسم هذا الشعب؟ صح أم خطأ؟ أخطاء الإخوان كانت سببا في حدوث الانقلاب. أكيد طبعا، من الأسباب الرئيسية. والإخوان بصوا كان إيه غلطاتهم رحم الله الأساسية؟ هذا لا يصلح للحكم، لا يصلح لحكم الدولة في حالة ثورة. هم يصلحوا لحكم الدولة مستقرة، لأن مثلهم كمثل الساسة الفاسدين والمصلحين، فيهم الفاسد وفيهم المصلح. هذه الجماعة 90 سنة بتتخوزق بنفس الخازوق، نفس الخازوق بيعينوهم من الناس اللي كانوا في الخمسينات، حطوهم في الناس اللي بعد الألفينية بنفس الخازوق ونفس الطريقة، والناس شايفة كلها إلا هم. إما بقى الأمنجية اللي فيهم كانوا عاميين الباقين، أو أن الله له أمرا آخر. لكن هل الإخوان فيهم ناس طيبين جدا وناس أفاضل جدا، لكن ظلم رحمة الله عليه الرئيس مرسي عندما زجي في هذا المعترك، لأن شخصيته
كانت لا تصلح. الوقت الثوري اللي موجود كانت عاوزة واحد يتحدث بالسيف قبل اللسان. الشيخ حازم صلاح اسماعيل ده اصلا صاحب بصيرة ما شاء الله، صاحب بصيرة جميلة جدا، لكن أنا مستني قبل ما أحكم عليه أسأله لماذا لم تشكل ميليشياتك إن كنت تعلم أنهم سينقلبون وكان عندك الإمكانيات. أنا بقى من وجهة نظري بقول كان عنده الإمكانيات، لكن هو ممكن يقول لي لا أنا حاولت كان في مفيش، عشان لا هنقدر أسمع له. أنا مستني قبل ما أعمل له جادجمنت أو حكم أسمع منه الإجابة دي. داس 19 نوفمبر جعلت هناك دماء بين المجلس العسكري وبين الشعب، واليوم ما عادتش دماء بس، بقت دماء وأعراض. وليس هناك متسع في رجولة رجل يشوف الصورة دي، صورة المرأة المعراة في الشارع، ويفضل راجل وهو سايب الذين انتهكوا. القائم الآن أن هؤلاء الناس وبالاسم بالواحد، بدءا من المشير طنطاوي الفريق عنان لواحد واحد، بيننا وبينهم دماء وأعراض. وإذا كانوا يقولون إن بلاش زخرفة الكلام تلهينا، إذا كانوا بيقولوا عايزين نهدي البلد، إحنا اللي عايزين نهدي البلد. من 3 واقف عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة يؤدي دور الممثل العاطفي الذي يستجلب رضا الناس، إنه عولوا على الجيش، وتاني يوم الصبح يكتب وائل الإبراشي وإبراهيم عيسى وبتاع الوفد وبتاع المصري اليوم وبتاع اليوم السابع وبتاع الدستور وبتاع صوت الأمة وبتاع الفجر وبتاع، كله يكتب تاني يوم عولوا على الجيش، اعتمدوا على الجيش هو الأمل. بنحبكم، مصر هتفضل مصر، وإحنا وأمريكا، وأنا أحمله وأحمل من معه هذا الكلام. بقى أمريكا في الكونجرس يقولوا إنه القادة اللي موجودين دلوقتي هم دول اللي حلفاء معانا احنا أمريكا، والدنيا ماشية يمكن الاعتماد عليهم، وما يطلعش تصريح من المتحدث الرسمي العسكري في مصر، تصريح صغير قد كده، يقول إن القوات المسلحة جزء من الدولة وتأتمر بأوامر قائدها الأعلى وهي ملتزمة بذلك، وليس بينها وترفض أن تعتبر جزءا من حلف مع أي جهة أجنبية. بس هو ده طبيعة حكم عسكري، أي بلد يدخل فيها حكم عسكري يحصل كده. أي بلد. جمال عبد الناصر عمل هذا الكلام مكتوب في المذكرات، هو اللي ولع الدنيا في سنة 54. ولع الدنيا يعني حرايق، ولع الدنيا يعني عمل حريقة. بيقول أنا رحت عملت 4 حرايق في القاهرة وعملت تفجيرات ودفعت فلوس للصاوي محمد الصاوي رئيس عمال النقل علشان يعمل اضراب العمال ويعطل النقل عشان البلد تولع، علشان يضطروا الناس يقولوا تعالوا يا جيش احنا محتاجينكم يا جيش. الكلام ده مكتوب في المذكرات كل اعضاء مجلس قيادة الثورة، وكل شيء حقيقة تاريخية مستقرة الان. اي نظام عسكري يا اخواني ما تسيبوهوش يطول ولا يرحرح. يوم ما يرحرح انت وابنك وحفيدك، وهتشوف حفيدك قدامك كده ويبقى مش فاهمك، وهتقول له معلش يا ابني سامحني والله انا اللي عايشتك في الظلم ده، هيغطسونا 60 سنة مرة ثانية. لو كنا صدقناهم ايام حسني مبارك كان حسني مبارك هيفضل موجود لغاية دلوقتي بنفسه، اللي يقعد يقول لك هش وبس وكفاية وخلصنا ومش عارف ايه وكده، ويبططوا الشعب زي ما بقاله متبطط من زمان. يقول لك اقبل مشي خلي العجلة تدور. اوعوا تسمعوا كلام الناس دول، الناس دول قعدوا يقولوا بطلوا 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 لحد ما جدي وابويا وانا واولادي عشنا في 4 أجيال من القهر، وهم كمان. لازم تعرفوا ان انتوا يا رب العالمين، انا مش بمدح فيكم بس يا رب انتوا الامل، ان انت ما عاشرتش الظلم كتير فمش متعود تعيش والظلم موجود. اوعى تسمع من اللي تعود 20 30 40 سنة يعاشر الظلم ويمشي معاه جنبا الى جنب. اوعوا تكونوا من اللي يفضل يشكر في المجلس العسكري وقبلها يشكر في حسني مبارك اوعوا يا اخواني، اوعوا. ده احنا حولنا بعض الناس اللي كانوا بتوع المجلس العسكري في شهر فبراير كانوا خايفين من الشعب، دلوقتي بقوا هم الجرايد بقت تكتب عنهم زي حسني مبارك.